خاص يعيط ليه الركراكي قبل ما يطيروا عليه. نجنسوه زعما. تم في الآونة الأخيرة تحديث الجنسية الرياضية للاعب الفرنسي المغربي السنغالي عيسى ديوب ليلعب رسميا للمنتخب المغربي، وذلك بعد أن استدعي من طرف الناخب المغربي محمد وهبي ضمن لائحة المنتخب الوطني المغربي المستدعاة لمواجهة الإكوادور والباراغواي. يولي تريني معنا ويلعب مع غانا. كيف؟ لعبنا ضد السنغال، يلعب مع السنغال. ولد ديوب سنة 1997 بمدينة تولوز الفرنسية لأم مغربية وأب سنغالي، وقد أثار تجنيسه مغربيا جدلا كبيرا بسبب تصريح سابق له قال فيه: لقد ولدت في فرنسا، أنا فرنسي وأنا مدين لفرنسا بكل شيء، فهي بلدي. الذهاب للعب مع منتخب آخر فقط لأنني لم أستدع لمنتخب فرنسا سيكون نوعا من النفاق من جانبي. سيكون ذلك كأنني أذهب لمنتخب آخر كخيار افتراضي. Aller dans une autre sélection parce que j'ai pas été en équipe de France, ça serait un petit peu hypocrite. ورغم الجدل الذي رافق هذا الاستدعاء، فقد دافع وهبي عن اختيار عيسى ديوب للمنتخب المغربي بكونه لاعب مهم ويحب المغرب، كما قال وهبي بأن عيسى ديوب مرحب به في الفريق الوطني، وأن ما قاله في الماضي يبقى في الماضي. عالميين وخاصهم الخلصة عالمية، كرة راه مستحقات. ولا زالت التعليقات الغاضبة من استدعاء عيسى ديوب للمنتخب المغربي تتوالى على فضاءات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن المنتخب ليس سلة مهملات يلقى فيها كل من تخلى عنه الآخرون، وأن القميص الوطني ليس خطة بديلة لكل انتهازي باحث عن نزهة مونديالية في آخر المشوار حسب قول البعض.